في ناس كتير بيسألوني نجيب حلويات منين بسعر كويس وكواليتي حلوة، فتعالوا النهاردة اوريكم اكتر محل حلويات محبب الى قلبي. يلا بينا. بما اني النهارده تقريبا كنت على وشك ان انا اولع في البيت او اولع في الميكرويف تحديدا، قررت ان انا اعمل حاجه نونسنس خالص، او مش نونسنس، قررت ان انا اعمل حلقه جديده من دليلك في رمضان، وده الجزء التاسع. هنجرب سالي سكري. هادي بادي كروم. مش قادر الصراحه، الفيديو هيطول قوي قبل ما اكمل. بصوا، دي حاجه كده بالكركديه، انا صراحه مش عارف هي ايه بالظبط، بس المفروض الصوص اللي فوق ده هو صوص كركديه، وتحتها حاجه تقريبا زي التريليتشي كده. ممكن اخدها كده احسن. اوه، دي كيكه مسقيه لبن وعليها من فوق كريمه وبعد كده صوص الكركديه. تعالوا نذوق. بسم الله. امم لا صوص الكركديه اللي فوق ده حلو قوي. هو عامل زي الكريس كده شويه، وبعدين مغطي البتاع كلها في سكه فستق كده الصراحه محطوطه من فوق، شكلها مغري، او هي مش شكلها مغري، هي كمان طعمها حلو. والكيكه اللي تحت دي طعمها حلو قوي مع الكريمه، هي خفيفه كده خالص. الكريز او الكركديه اللي فوق ده كاسر، انا مش حاسس فيه قوي بطعم الكركديه على قد ما انا حاسس ان هو كريز، بس طعمها حلو قوي. نايس وان، بدايه قويه. سعر هذا الطبق 325 جنيه. انا بقى متحمس للي جاي قوي، عشان اللي جاي تقيل قوي. يلا بينا. يا جدعان انا اسف، بس انا رجعت تاني عشان انا دقت حاجه كده. انا دقت الكيكه اللي تحت لوحدها، والله حلوه قوي. هما ساقيينها لبن، تحس انها بالظبط، يعني انت حاسس بطعم الكيكه وفي نفس الوقت حاسس بطعم اللبن، فالحته دي حلوه، فانا مبسوط بيها. لا والله انا مبسوط بيها، نايس وان. نخش بقى على تاني حاجه، وهي دي المفروض نوتيلا ولوتس ومعاهم بندق وتحتهم كنافه بقى تقريبا او حاجه، انا مش عارف الصراحه بالظبط، بس يا لهوي على الجمال، والله يا لهوي. ايه ده شكلها اصلا لوحده. اوه. خد كده حته. اوه، دي طريه خالص. لا ده في كرانش. يا لهوي، دي كريمه وكنافه ونوتيلا. الله. هي طبقة كنافة، بعد كده كيكة فudge، وبعد كده حاجة كده زي الكريم شانتيه تقريبا باللوتس. هو كريم شانتيه بس مش سادة يعني، بس هو حاجة أنا مش عارف بالظبط حد هي ايه. ومن فوق في لوتس وبعد كده البندق، وتقريبا الكنافة اللي من تحت دي كنافة بالنوتيلا. بسم الله. مبدئيا انا هاخد حتة كمان. دي جميت كل الطبقات كده مع بعض. طب الملخص المفيد بقى بتاع هذا الشيء، هي طبقة بندق، بعد كده لوتس، بعد كده الكريم شانتيه تقريبا في سنة لوتس كده، بعد كده حتة كيكة كنافة ومخلوط معاها نوتيلا. هي اصلا الاطعمة كلها داخلة في بعض، بس الكرانش بتاع الكنافة الصراحة حلو. اوفرول لا يعني انا مبسوط الصراحة. عليها كراميل كمان من فوق. البتاع دي صعبة قوي دي. حلو قوي. اوفر دوز سكريات دي برضو ب 325، بس الصراحة حلوة يعني، انا بالنسبة لي لا تستاهل. يعني بصوا عامة، انا بالنسبة لي سالي سكري واحد من المحلات اللي فعلا بتعمل الحاجات بنظافة. يمكن هو ما عندوش بقى الاختراعات زي المقلوبة والشرقانة والغرقانة والحاجات دي كده كلها والمدحرجة، الكلام ده كله. هو دي الحتة دي مش حتته، بس هو لما بيجي يعمل حاجة هو بيعملها حلو بغض النظر. يعني انت ايا كان انت هتاكل ايه من هناك، البروفيترول، الكنافة العادية، اي حاجة، فهي بتبقى حلوه. بس كده، شكرا جدا ليكم لو انتوا لسه بتتفرجوا لغاية دلوقتي. كان معاكم أباظة من قناة لايف ويز أباظة. سلام.